انا النهارده كنت مغربي الهوى. النهارده يا حضرات انا حضرت حوالي 80 دقيقه من ماتش المغرب وبلجيكا. انت مالكش في الكوره، وممكن تكون مش مهتم بيها، حقك. بس لو شفت المغرب النهارده بتلعب حاجه تشرف. عاده الفرق العربيه بتفوز بخطه نهجم نرجع على طول بتاع مساعد القص، يعني ال 11 واحد ورا، ال 11 واحد يطلعوا، ال 11 واحد يرجعوا، وفي 36 واحد قاعدين على الخط مستنيين احتياطي. والجون عندنا عاده بيشيل النيله في الماتشات اللي زي دي. النهارده بتفرج على المغرب، لا 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 لا. ايه ده؟ ايه المستوى العالمي اللي كان عليه الفريق المغرب ده؟ وجا جون وانا كتبت على تويتر هي جون اتلغى. فوز مهم جدا حققه المنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين دون رد عشان يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم بأداء ولا أروع. وده الفوز الثاني للمنتخبات العربية بعد فوز السعودية على الأرجنتين. أسود الأطلس بصراحة عملوها النهاردة. أسود الأطلس يزأرون 2-0 على بلجيكا. بلجيكا دي هي المصنف مثلا رقم 2 على العالم في كرة القدم تقريبا يعني. بلجيكا دي حضرات فريق مش سهل، ده فريق لوكاكو وفريق هازارد والحارس بتاعه حارس عالمي وغلس، فريق غلس يعني رخم قوي. النهارده المغرب علمتهم ازاي تلعب كرة القدم. مش علمتهم هم بس، المغرب علمت العالم النهارده دي لعبة كرة القدم، متعة، اصرار، قوة، التحام وفن بجد. وده كان المشهد بتاعهم بعد ما سجلوا الجون الثاني اللي ولا احلى ولا اروع. ده او دي صور من فرحتهم، ما اعرفش الهدف الاول ولا الثاني. ده الهدف الثاني شفته، ده الهدف الثاني ولا اروع، وده الهدف الاول ولا اروع. النهارده كنت انا ومالك ابني بنشجع المغرب بقوه، والنهارده اتنططنا في الهدف الاول. انا حضرت الهدف الاول بس، وبعدين رحت يعني عملت حاجات ورجعت لقيت الجول الثاني جه. امير قطر النهارده حضر المباراه لدعم منتخب المغرب، وسجلت الكاميرات فرحته بالفوز بعد خروج المنتخب القطري من البطوله. نشوف كده الفيديو، امير قطر واولاده في المقصوره بيعملوا ايه. لا في فيديو تاني احلى من ده كمان، نشوفه كده مع بعض. العبوا يا علي. مفيش مشجع كوره حيادي، اسمع كلامي. لا اللي بيشجع الزمالك حيادي، ولا اللي بيشجع الاهلي حيادي، ولا اللي بيشجع منتخب بلاده حيادي، وده حقه. انت بتشجع المغرب لانك عربي، بس النهارده لو عندك جزء من الانصاف ولو قد كده هتعرف ان المغرب علمت العالم ان في فرقه جايه اسمها المغرب. خافوا بقى وخبوا عيالكم منهم لانهم فريق على اعلى مستوى. انا بعترف انا بشجع الاهلي ومش حيادي، عايز الاهلي يغلب طول الوقت. وبعد دراسة كبيرة جدا في كرة القدم لا يوجد مشجع حيادي. كل واحد بيحب فرقته، وخسرانة كسبانة وعايزة وحشة حلوة المهم فوزنا. بس النهاردة أنا ما كنتش مغربي بس، أنا كنت مغربي وفخور. أنا بتفرج على المغرب كسحت بلجيكا، علمتها يعني إيه كرة القدم. ده في واحد شاب جناح أيسر اسمه بوفال تقريبا. يا خرابي على الشاب ده، حاجة جامدة جدا. كمان التغييرات اللي اتعملت في المغرب، شباب انا اول مرة اسمع الاسماء دي، بس اتفرج عملوا ايه في الكورة. ده برأي النقاد والصحفيين، المغرب مش بس فازت،
انما كمان قدرت تقدم عرض كوره، مستوى كوره عالمي وتكتيكي بالانجليزي. اهو خليل بلشوي بيقول اسود حكايتها في الملعب تتستر، رجال جاءوا من المغرب تسيدوا، ثقه بابطال الاطلس وتيقنوا ان الرجال باحلامهم لا يفرطوا. هؤلاء هم رجال اسود الاطلس، رفعتم رؤوسنا فخورين بكم يا ابطال فرحتونا، ومتفائل انكم ستفعلوا الكثير في هذا المونديال ان شاء الله. اهم بقوا وهابيين، هم كلهم بيسجدوا ما شاء الله. حفيظ دراجي المعلق المشهور، مباراة كبيرة وفوز كبير ومستحق على المنتخب. ده استاذ حفيظ، عايز اقول لك المعلق كاد يجي له سكتة قلبية، ربنا يشفيه يعني، ربنا معايا، انا مش قصدي من فرحة، مش مصدق. الجرايد كلها المنتخب البلجيكي فيه كيفن دي بروين، ولا ده واد لعيب قوي. بص الجرايد بتقول عنه ايه، هات اللي بعد حفيظ دراجي، مع احترامنا للاستاذ حفيظ انا بحبه. محمد هنيدي قال لك مبروك اسود المغرب، اداء قتالي رهيب ومستوى رائع، الف مبروك للمغرب ولكل عرب، شرفتونا يا رجاله. دي حقيقه، دي حقيقه. اهو كيفن دي بروين اهو، ده بقى قال لك احنا ملناش فرصه اصلا، ملناش فرصه، ان احنا دقه قديمه. بص ده لاعب في الدوري الانجليزي، لاعب خطير، بيقول لك احنا منهجنا قديم. وخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي السنه دي. بيقول لك احنا منهجنا قديم في الكوره. هو اكتشف ازاي؟ من المغرب، من المغرب. لكن اللقطه الابرز، هو في لقطات كتيره قوي بصراحه. انا شخصيا اكتر حد اثر فيا مش اللعيبه، طبعا مستواهم خرافي، بس جمهور المغرب. عارفين جمهور المغرب اخذ طيارات من المغرب وتقريبا ما نامش، ودخلوا الاستاد قلبوا الدنيا، قلبوا الدنيا طول 90 دقيقة. بص هتاف طول 90 دقيقة، مجانين. الجمهور المغربي النهاردة في الملعب كان اللاعب رقم 12، كان لاعب مهم جدا. لكن من اللقطات البارزة جدا في الماتش ده يا حضرات، هي لقطة اللاعب أشرف حكيمي لما بعد الماتش باس راس والدته. اللقطة دي مين بقى أشرف حكيمي وإيه قصة والدته دي؟ بص يا سيدي، الولد ده عشان بس أقول لك إن كرة القدم ما هياش كورة. الولد ده والدته كانت بتشتغل في مهن يعني صعبة شوية، فقيرة جدا، غالبا كانت بتنظف بيوت، وأمه جرت عليه وفضلت وراه لحد ما علمته، وبقى لاعب كبير، من أشهر وأحرف لعيبة في العالم أشرف حكيمي، وبيلعب في مانشستر سيتي صح؟ تقريبا ما خانتنيش الذاكرة، سوري في باريس سان جيرمان مع ميسي، أنا آسف، مع ميسي ونيمار واسمه إيه بتاع فرنسا ده، اسمه إيه؟ اللي هو خط الهجوم بتاع فرنسا الشاب الأسمراني ده. المهم يعني بيلعب في باريس سان جيرمان مع أحسن لعيبة في العالم. أشرف حكيمي ده عانى، أمه كانت بتنظف البيوت، أمه كانت شغالة في البيوت، أهو مش أنا اللي بقول. اللاعب أشرف يحكي معاناة طفولته، أمي كانت تنظف المنازل وأبي بائع متجول. النهارده واحد من أغنياء العالم ومن أشهر لعيبة الكرة في العالم، وبيلعب في أكبر نادي في العالم. فلما خلص الماتش راح بس والدته زي ما انتم شايفين كده، بس راسها. ده معنى عظيم قوي، دي لقطة يا جماعة يعني توجع القلب من حلاوتها.